انت متخيل تبقى في مكان اتبنى مخصوص عشان يعالج المرضى، بس بدل ما ينقذهم يتحول لمقبرة جماعية لآلاف البشر؟ مكان لحد النهاردة الناس بتقول انه مليان أرواح معذبة. النهاردة هحكي لكم عن مستشفى ويفرلي هيلز، أكتر مكان مسكون اتسجل عنه قصص مرعبة في العالم. قبل ما تسمع الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة وتفعل خاصية الجرس. القصة بدأت سنة 1910 في ولاية كنتاكي في أمريكا، لما مرض السل انتشر وكان عامل كارثة. المرض ده كان بيقتل أي حد يجيله تقريبا، وما كانش فيه علاج. الحل الوحيد إنهم يبنوا مستشفى كبير يعزلوا فيه المرضى عن باقي الناس. المكان اتبنى والناس سمته ويفرلي هيلز، لكن المستشفى دي ما كانتش زي أي مستشفى، لأن كان اللي بيدخلها نادر جدا إنه يخرج منها حي. المرضى كانوا بيتعذبوا حرفيا، كانوا بيتجمدوا من البرد وهم نايمين في البلكونات اللي مفتوحة للهوا بحجة إن الشمس والهوا هينفعوا. والدكاترة كانوا بيعملوا عمليات تجريبية غريبة، زي إنهم يشيلوا ضلوع أو يدخلوا أنابيب في الرئة. تخيل تبقى عيان وبدل ما يعالجوك يحولوك لفار تجارب. وعشان كده آلاف الناس ماتوا جوه المستشفى. وطبعا مع كل الأعداد المهولة دي كان لازم يبقى فيه طريقة يطلعوا بيها الجثث من غير ما المرضى يشوفوا، فعملوا ممر طويل تحت الأرض الناس سمته نفق الموت. النفق ده لحد النهاردة واقف، وبيتقال إن آلاف الجثث خرجت من خلاله. واللي بيزور المكان ده دلوقتي بيحكي إنه بيسمع أصوات صرخات وأنين من تحت. بعد ما قفلوا المستشفى سنة 1960 المبنى طبعا بقى فاضي، بس هل بجد هو فعلا فاضي؟ الناس اللي دخلت جواه بتحكي عن حاجات تخوف. أشباح ماشية بلبس المستشفى الأبيض، طفل صغير بيجري في الطرقة بكورة وبيختفي فجأة، أبواب بتتقفل وتتفتح لوحدها، أصوات خطوات وصوت عياط بيجي من ولا مكان. محققين الخوارق صوروا حلقات كاملة جوه، وفي قالوا إنهم شافوا حاجات محدش يقدر يفسرها. النهاردة المكان ده مفتوح للزوار، الناس اللي عندها الجرأة تدفع فلوس وتدخل تقضي ليلة جوه المبنى اللي مات فيه آلاف. في ناس رجعت بتترعش من الرعب، وفي ناس قالت إنها ما قدرتش تكمل الجولة، وفي ناس تانية قالت إن اللي شافوه هناك خلاهم ما يقدروش يناموا طبيعي تاني. وهنا السؤال اللي بيطرح نفسه، هل فعلا مستشفى ويفرلي هيلز مليانة أرواح متعلقة مش قادرة تسيب المكان، ولا كل اللي بيحصل ده مجرد تخيلات من الخوف والجو المرعب؟ بس اللي يزود الرعب إن التاريخ نفسه حقيقي، آلاف فعلا ماتوا جوه المبنى، لكن اللي بيحصل هناك دلوقتي ده الجزء اللي يفضل لغز لحد النهاردة. انت بقى تحب تزور المكان ده ولا مجرد الفكرة تخوفك؟ قولوا لي رأيكم في التعليقات. السلام عليكم.